الله، بجد تحفة. عملنا احلى طبق فول لسحور رمضان. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. ويلا بينا بقى نعمل الفول، وهو احلى فول ممكن ناكله في رمضان. طبعا في البيت، نعمله في البيت اكيد، يعني ما نشتريهوش من بره. طريقته سهله وبسيطه خالص. هنجيب بقى القدره بتاعتنا اهي، نحطها. وعندنا نص كيلو فول، هنبتدي بقى ننزل كده في القدره بيه. ادي الفول بتاعنا بليناه من بالليل، واحنا النهارده تاني يوم. حلو قوي عليه كده. معانا بقى ايه؟ معانا طماطم وبصل، طماطمتين وبصلايه صغيره هننزل بيها على الفول بتاعنا. معانا ايه تاني؟ فنجان عدس اصفر، وفنجان بليله نحطها كده كله على بعضه كده في القدره. معلقه بابريكا كده، معلقه مليانه كده بابريكا، معلقه كركم. بصوا، معلقه مليانه كده حلوه اهي. عندنا بقى الميه، ننزل بقى كده بالميه. كده احنا خلصنا المكونات؟ لا لسه في مكون اساسي. لو ما حطيناهوش على الفول، الفوله بتبقى قشرتها ناشفه. فايه اللي هيطري القشره بتاعت الفوله دي؟ نص معلقه بيكنج باودر، دي اساسي نحطها، علشان دي هتطري معانا القشره بتاعت الفوله. فمش هتبقى عندنا القشره ناشفه ولا اي حاجه. نقلبهم كده كويس علشان البيكنج باودر يتقلب كويس فيها اهو. وبس كده. يلا بقى نحطها على النار. وكده خلاص حطينا القدرة بتاعتنا على النار، على اوطى عين عندنا، العين الصغيرة خالص. وقبل ما نولع عليها هنحط فصين توم، هنعصر ليمونة، وبس كده. ما بحطهاش بالقشرة لاني ما بحبش القشرة بتاعتها. نغطي بقى القدرة بتاعتنا ونسيبها متوطي عليها خالص لغاية ما نلاقيها استوت. اول ما المية بتاعتها تنقص هنسخن مية ونحط، مش هينفع نحط عليها مية ساقعة، نسخن مية ونضيف عليها لغاية ما نلاقي الفولة بتاعتنا وصلت للمستوى اللي احنا عايزينه. وكده خلاص خلصنا الفول بتاعنا، وبسم الله ما شاء الله. انا بس عايزة ايه اوريهولكم، بس هو لسه سخن طبعا. بصوا، هي مش سخنة، هي ملهلبة. بس بصوا دايبة ازاي اهي. يلا بقى نقدمه. نحط بقى الفول بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. مش محتاج اي حاجة، احنا حاطين عليه كل حاجة. اللي محتاجينه عليه رشة كمون، رشة ملح، ونعصر عليه ليمونة، نديله كده تقليبة، رشة زيت، وشوية طحينة. وكده عملنا احلى طبق فول. بصوا الفولة، بصوا دايبة ازاي، بصوا مش مستحملة بجد. بصوا تحفة بجد، انا عايزة ادوق صراحة. بجد جميل، جربوه. ما تشتروهوش من بره. رمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين.